سلام تخطاتتنا الشانل كما تخونون سناك تكونون ايوتر من يوتيو امبار لو من ريارستي بتعبيا قداسي بتعمي زي سنبت كنتات ونيو مغنياتو امريكا ننوحك نحيال معالتات كدالوية كتكية ترمت قاعد تغبري كتبل سنها ترمت قاعد تجميرا لا زدما نتزوبا ما كلاي مبرا بعبيو دما نتزوبا ناون عبد سلوا كل وزغ الكنتاتيو امريكا الجون انتخونت تكا كمتي اب يمن مسان عبد انجليزن استفلالي وتهدراو علامات جيرون بنفرت متقعتو زفصم زنبرو حجون بغتا بمتتتاو اب سوريان اب عراقن قبر ملسن ايتم سلست استقتلوا امريكاويان قبر ملس كو جميرهم علو سلازي ازنا بيك وسد خيل مس ايران تاي كون خيل بتخكل كي نهيران ايران كارموادي مخنياتو تقندي ايران تدقفو ملشا ايران تدقفو ملشا الا ايران تدقفو ملشا زبل زربا بزح زينا نسمى زلنا نابي قلتي كخيد ايران ك اب كمي كنتات على ابز فيديو زي اكد تستحبريتات كاب توب زعبا زارس زفلتو ليك او انت كنسمعينا اب مين ستريم ميديا كنرغب زين خن حبريت هذا ما كنركبينا لايك قبروا سبورت قبروا اغلى قبروا this is going to be very powerful video. Let's start what's happening right now. تي جيوبوليتيكا ناي مع كلاي مبراغن نبزخف كنتاتي خيد كم زلو اذا تنبو كنتاتي زدما ناي كلتشحن شدشتن كلتن زنبره بلانهم حجزو تكبروا زلو يزمثل انتاي بلاني ونقرينا نغط الحجي كموترو سبورت قبروا بليز لايك تغيركم نزي صحر نزي channel قبروا زلنا اخبروت سلازخون ناب كالد بمبزح نتي channel لمعباي يحجز. Let's go. Has launched an air assault on several sites in Iraq and Syria used by Iran-backed militias. The attacks come in retaliation to the drone strike that killed 3 U.S. service members in Jordan last week. Major retaliatory airstrikes on Iranian-backed militants after that deadly drone attack that killed 3 U.S. soldiers and injured dozens of others in Jordan. The Pentagon tonight saying multiple aircraft were used in the first wave of this mission. كم تري وزلهم أمريكا بزتعملنا معاس بخمي قبر ملتقن وسيدنا نايتهم سلسته وتحضراتنا زموت زبلو زنبرو دروتي مدقعتي جميرهم علو زخا اتي ممحدارنا بايدن عبت اقطني رو مهنياتو وجز دلي اكال بوليتيكا ديمقراطية ولا ريبابليكان كلتيوم بتومنا ميليتري اندستريال كومبلكس سلازي زورو وجي دلي نيرميم سلازي زخونه مدقعت خقبر تقطني رويو ازو زقبرو زلو مدقعتي مفتحي كمصديو انتايت علامه دما صنهين لان رينا كم تستقبرجن بعبيتي بومبرس حيالات نفرت جيروم مدقعت جيروم علو كسب حجي اكزاكتلي انتاي دامج جيروم علو اي تفلتنا لوجن بس كزي اخوتي including B-1 bombers that flew from the United States, dropping more than 120. زين 3 لهم B-1 bombers بحالة كاب أمريكا فلاي جيراني اندب ديفن تمليسن. Wow, it's crazy. 5 precision munitions on 85 targets inside Iraq and Syria, including command and control operations used by these Iranian-backed militias and their intelligence hubs. None of the targets inside Iran itself. The first wave of these airstrikes coming shortly after the president and the First Lady joined the. So comes to وزلهم تمتقعتي لك مستي رئيسان ايتم سلست زموتو امريكان وتهدرات ابزاتو ولو كنتات تخايديو سلازي اتي نوح ني حياله معالتات متقعتي قبر دخونو شلالي بالو دخونو زو كنتات نابي خيط خون ناب تبعلي مزاربي مع كنا زينا خوينو زنبري درو ناب سقوم تغيروا ما امريكا نوج سلام نخمس ودايم كزحل زخلون بر وجن خجمرو مدقعت نخجبرو دحر كم زي بلو ويكا دحر كم زي بلوم ابزيا صبو غير يكبر حلنا يقبع از دمانه زوبا تزعبي صقم كوين زلو اتاب اسرائيل تجبر زلو جونوسايد ويكا تي اب غازا زقاطم زلو كنتات نسو كفتحو زقبوم بومن صرغيرو تزوبا كرغاغا زقبو ابز زقفح كنتاتنا وسدو نتي تطا قدفو ياخلكم تطبلوا يلوم نتعلمنا رقات كبوا زخلو انا خالو خلو ناي بحق زحزم كنتاتنا نرزلنا بت امريكا تخطلوا زنبرتنا عامتات سنهيلون بريزيدنت سياس بوغيرو بفلاي نزوبانا بزملكات منقدي تقلصوي families of those 3 fallen soldiers for the dignified transfer at Dover Air Force Base. Sergeant William Rivers, Sergeant Brianna Moffett, and Sergeant Kennedy Sanders. Sanders and Moffett promoted to Sergeant Post. اليوم اتم سلسته ابتمتقعت زموتيوم مبزحتهم مماتهم جن بزعق زي كان استعلوا زي نخل ابزي كزاربو خلو كم زي فلوي نجر ስለዘጋጠመ ይኮነን ኣብ ክሞትሉ ዝኽእሉ ቃልዕ ቦታታት ስለተወስድዎም ዘለኹም እዮም ብምባል ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣብዘይ ሃገሮም ኣብ ኣዝዩ ዝፅልኡሉ ቦታ
بزي أخول protection دهر توردوهم كينكم نايقدن كم زخقاتم كم زخلنا بلو صنعوا كال حد عبي سكولر برازيلاوي سكولر زعباز قدايزي جورناليست زتزاربو كنرينا زد مانت جيوبوليتيكا بعبيو لو تقبروا لزغل مخانو كان استعلا لنا حجي أبزيا أكيد تسيد فيديو لا نتكون تهدما أب مينستريم ميديا ويدما أب CNN BBC كنسب عزين خل حبريتا بسلست 4 أنجلس كسمعكم let's listen now. Fight this war the way they're fighting it without American assistance. This is why, on the whole subject of genocide, the Americans are complicitous. The Americans are absolutely complicit. I mean, we're violating federal law, which prohibits us from giving military assistance to countries that engage in genocide. So بحفشك تزاربوا خلو بإسرائيل نوحيهم تزاربوا أتي بإسرائيل تقبر زلو أب يوكرين تقبر زلو جون كم تفلتوا زي جون ميرشماير حركاتهم توب سكولارس نزو كنتات زي أقل تيمو زنقر زنبري actually نا أمريكا عبلا للنت دل سبيو نا أمريكا سوبرمسي ويكا دومينيان سدليو نا جيوبوليتيكس ويكا بوليتيكا the realism زبل تيوري زي ما عبل زلو ويكا أبو زيادة زي تكسبي انتاي زبل حيالك تكون كتكلها لك بعالمنا دليتات كهذا سمعتوا خين كأبناء حجرات حقيقة لنا لك UND ولا قلد زبال حقيقة لنا حيال زدوليو حقيقي زخوني زبل سلازي حقتاتنا دليتاتنا كسرحت خين كم أمريكا وين حيالات كنكون لنا حيالات نخنكون جن انتهي زبل إذن قبر زلنا حشوية واس أناني نبلي زارب نابنت إذا إسرائيل قبر زلنا إسرائيل كنقت فايز قبارنا يزبل إسرائيل أبزيد لي أمريكا كاب كوك أنديتي أتوكروناتا ديستراكتد قبر زلنا تسأل كم تخونز قبر زلو بدبلوماسي كم تودق قبر زلو أبي يوكرين قبر زلنا وقايد لنا نير نحنا عندما كنا قنتنا تشاينا ناب تشاينا ترينا كانت توكرز قبارنا نبلي زارب سلازي اتدزاربو الزخول لأمريكا تخذ زلا نتفقات أمريكا ذكرات في مخاني دزارب شو الجي إسرائيل زنبري نويش تزاريبه من يوكرين أبزلن كنه استجابر كونتاتون كالك زي 5 ألكمي ذا فيديو very powerful حجك نزنا إيران very serious لزخون النتياس كان اسمعي. What happens if, in response to the deaths of the 3 American soldiers at Tower 22, wherever it is, whether it's in Syria or Jordan or at the border or close to the border, and the injury of 34 or so others, the president attacks Iran or Iranian assets in Iraq? So انتي كقاتميو بزي قاتمي زلو قد مزي أكشن موسادو زتجبرت فيديو جن زيادة دتهم عتوقات كجلة دي كونس إيران أنت تكعو إيران والملسي بالله سنين لهن رينا امتعنت مدلوات كم زلوا وي بخمي كم تريتو كونتات سلزي انت حرنا عب إيران متكع ترسنا أمريكا بلان إيران هرمان إيران يمزولون يرم كم أنت قاتمو انتي كقاتم خلنا بلي حتى لوس كان اسمعج. Well, there's a big difference between the two. I mean, if he attacks Iran, the Iranians have made it clear that they will respond. And I would be shocked if they don't respond. And there's a lot of evidence that Biden is going to great lengths not to directly attack Iran or not to directly attack Iranian assets, like an Iranian ship at sea, because he doesn't want this one to escalate. But at the same So, زي عبف اللي اللو يبلالو تفللي دما نيران كتكون تجميرهم إيران قبل ما سكت مخانا صبوا غيرا حبيرايا انت زي قبل دما يقرم انا يقرم النمبر كم نورمال يدوس دو سلازي إيران يقول ناي إيران أساتس كبال كله مراقبات اب بحر زلوديوم اب كال بوتا زلوديوم ناتا سراويت اب كال بوتا زلوديو زخونا انا إيران سراويت يكون أساتس وكان نبردنا إيران ستهرمو إيران قبل ما سكت مخانا نغيران لا سلازي بايدن أمنا يتنقع كمزلو بزخونة يكون منقدي نا إيران وينا إيران أساتس كي هرممو اتكوينات نفزل على كي كدلو don't forget نحاليوتنا إيرانويان ويدنقاسنا إيرانويان زي كوني نا يمريجا عمد سلو زخونة نخمر رأس غينو دما أب كمزلو قال زبلازلونا علم توسخ حدش كفيتو كمارس سبيهلن ولا قات ميديا مليونز and millions عبر ري-election ناي بايدن كتفو مخانم حبيرهم تلو ولا جذب نسب من البحث نتم رجع خسر قوي يقولوا خونم بر تسب حيلي كم رسوي يقولون سلازي نبيران كهر ما يكلني نبيداك خير خلص كسمعه. same time, he is, I think, going to attack some military targets in Syria and Iraq that have something to do with Iran. Maybe it'll be 1 or 2 of these militias that the Iranians provide weaponry to. It's very hard to say because he's been opaque about what he's going to do. But I think he has to respond, and he has to respond against targets that have some relationship to Iran. But at the same time, I think he's going to go to great lengths to avoid attacking Iran. Here's So قال نجار متكع تقبر كم زلوا تعطلوا نقال نجار كتكع خلال لوجن بزحت إنك قدمك حتى يوم مهنياتو
بجيجا دي بزخانة من جدي نا إيران أسد ويكا توجئنا بكال من جد كي كدو زغا نمرج أطرح لما يكون أمريكا للعقمة extended كوينا لابوجينا يوكرين بزح أسوارات زنبرو ما مخازينو نبوجيت يوم الله as a matter of fact أبدا فيديو زي أبكال زي هم تعلمكم كفتني ولا جنابنا يوكرين $5 بليون هيبنا لنا أوروبا يلو حاجة له أسوار كتجزء يوكرين يدخلني يزبل سلامتاي أبزواني زي فابريكاتنا أسوار كله تتحيزي كل اوردر كوينيو سلازي ازوار كغزي الكن امريكا تغيكا اب 2028 تنقل كم زمصكا يكونتي اوردر ناتكا مغنياتو تريغا معت هجرات يغزا سلازولو معت وقعات سلازولو وي سقعات ناي وقع سلازولو بيزي زلو فابريكات سلازي حدش فابريكاتات كتهنصكا عمتات يدوسد سلازي بزو خوينو بتي امريكات كاباسيتي ستورج ناتهم زنبرات وار بزح تدقيمهم لسلازلو نعون خمالو ندحر خوينهم زي سلازليوم ابزوان زوغن خجمر عبو خجمرو ايدليونيوم نبليز قالس بنصارو ايران ابوغا ايكون تنزل اوف كورس بزح اسوارات ني راشا تشط الله لا كابون بزح تاويتات تقبر لا انفاكت نورث كوريا وين انتخونت ابزوان بزح مقصب كم تقبر زلا زقلص حبريتا وتسينير مغنياتو ناب راشا يشطو سلازلو ساتم دما زخا Secretary of State Blinken, cut number 5, Chris, being rather ambiguous, but you'll see it's nothing new from him. But I'm anxious to hear your thoughts. The president said this, I think, virtually from day one. Anyone who would try to use the crisis in the Middle East, the conflict in the Middle East, to sow further instability and to use it as an excuse to attack our personnel, we will respond. We will respond strongly. We will respond at a time and place of our choosing. And obviously, I'm not going to telegraph what we might do in this instance or get ahead of the president, but I can again tell you that as the president said yesterday, we will respond, and that response could be multi-leveled, come in stages. So, Secretary of State way Minister بتاعته صاينا أمريكا أنتوني بلينكن ون أبتدى دقاق من جيرونيريو جبر ملسك بوم خانم متكعت جبرو مخانم نتهم سلسلة هدرة زقتلهم ناتهم متكعتي ويكا حنا فديو مخانم سدما بزدعمنا من قدي لهم نوي حوان بأفوم كفرارو يوم ثانيهم تسقون تدما دروس يدمر له مالتيو سكيجي نزياب خمي قلتوا and be sustained over time. I don't know, maybe it's just the way I view his personality. Maybe it's his personality. It seems like he's always hand-wringing and there's always an apologetic tone to what he says. If Joe Biden waits 2 weeks before responding, does he remove the sting of the response? Does he undermine the domestic political benefit of the response? I don't know that it really matters whether he does it now or he does it in a week or 2 weeks. I mean, the belief here is that if we whack Iran or we whack Iranian assets or we go after the Houthis or we go after these Iranian-supported militias, that the end result is that they will throw up their hands and quit. We will deter them. The purpose of this military action is to produce deterrence in the region so as to avoid escalation. My view is you get exactly the opposite. This is why he doesn't want to bomb Iran, because he understands the Iranians will retaliate. So any use of military force here is just likely to lead to further escalation. You know, I just want to say one thing about what's going on here. If you listen to Blinken speak and you listen to Israel and Israel's supporters in the United States speak, the argument they like to make is that Iran is the taproot of all the trouble in the Middle East. And what Iran is doing here, you heard Blinken say this, is Iran is taking advantage of a crisis to pursue its own narrow interests. But so እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ግብረ መልሲ ኩሉ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ምስቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቱ ከመይ ገይሩ ነቲ ናይ ምርጫ ካምፔይን ናቱ ኣይፀልዎን እምበር ሂወት ሰባት ዶ ገለ ዶ ዝበሃል የለን ስለዚ እቲ ዕላማ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ብነፈርቲ ጌርካ ብሚሳይላት ጌርካ ተደብዲብካዮም እቶም ጸላቲ እቶም ግብረ ሽበራ ደም ካልኦት ዝበሃሉ ኢዶም ሂቦም ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ክገጥፍዎ እዮም ዝብል እምነት ኣለዎም እዚ ድማ ተዛዕበየ ጌጋ ይብል ኣሎ እንድሕር ሃዲምካዮም ንሳቶም ድማ ግብረ መልሲ ክገብሩ ብዝተኻለ መንገዲ ክፅዕሩ እዮም ስለዚ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሓንቲ ክርድኦም ዘይከኣለ ኣሜሪካውያን ይዕበይ ይንኣስ ኢቨን ኣፍጋኒስታን ከም ሃገር እውን ኣዝያ ንእሽተይ እሞኻ ብዙሕ ሶፊስቲኬሽን ናይ ካልኦ ዘይብላ ንዓዓ ኸማን 20 ዓመት ተቓሊሶም ነቲ ጣሊባን ከኣሊዎ ይከኣሉን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዞ ባይ ዘ ዌይ ጣሊባን ኣብ ስልጣን ተመሊሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝቐረባ ኣምባሳደር ናቱ ኣብ ቻይና ብክብሪ ምስ መንግስቲ ቻይና ተሰማሚዑ ኦፍ ኮርስ ምስ ቻይና ብዙሕ ናይ ቢዝነስ ዲልስ ገይሮም ብዙሕ ተቕርፂ ኣብ ምስራሕ ቻይና ትሕግዞም ከም ዘላ ይዝንገር ስለዚ ኣሜሪካ ትዕኑ ቻይና መፅያ ተሃንፅ እሱ እቲ ሪያሊቲ ኮይኑ ዘሎ ብዓለምና ስለዚ በዚ ቢሳይላት ናትካ ወይ ብነፈርቲ ጌርካ ደብዲብካ ገለስሪ ኢዶም ክህቡ እዮም ዝፅበይዎም እዚ ግን ኣይከውን እዩ ንኢራን ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ ከጋጥሞም ድሕሪ ሃሪሞሞም ንሳቶም ድማ ግብረ መልሲ ክህብዎም እዮም እቲ ውግእ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ እዩ ድሓን እዚኣ ክመለሳ ኢና እዛ ቪድዮ ብጣዕሚ ብዙሕ ትሕዝቶ እንዲ ዘለዋ ግን
بخال دايركشن كنريو ايران كانت هي لابز كونتات زي كنسمينا بكل من قد كريو سلازلو is the world's terrorists. We just set the Middle East on fire in the last 20 years, and now we're doing a proxy war in Ukraine, which we provoked, NATO provoked, and it was just admitted that we provoked it by the former Prime Minister of Germany. So, كم تري وزلهم نعلمنا قبل شبرا أمريكا يا نابليز قلت لنا تانيهم. Emphasizing the country's determination to retaliate against any potential attack. This declaration comes mere hours after President Joe Biden disclosed that he has decided on the appropriate response to the recent drone attack in Jordan, where 3 U.S. soldiers lost their lives. The assailants behind this tragic incident are believed to be militants supported by Iran. Amir Saeed Iravani, Iran's envoy to the United Nations, has reaffirmed the country's steadfast commitment to a robust response against any perceived threats or attacks. According to reports from the state-controlled Islamic Republic News Agency, Iravani emphasized that delivering a strong and decisive response to enemies who target Iran is a fundamental policy for the nation. So Iran بنتصر بمنقدي امباسادر بيوين كم زغلزتو زخونه يخون متكعت تمتيوم اخول زخونه قبر مسكو بمخانم دلوات مخانم كاب زخونه يخون صلاي فرهن سقاتن كم زي بلوم اتريرو تزاريب سلازي زخونه يخون متكعت تغيركم قبر مسك نبينا اوف كورس ايران نتكونتات تجي صبو يرا ابي باطلا امريكا اب كالو بايدن اب زوان زاب وقعت كم زي دليل يفلطلو السطر هي كنا يكون انت لوجيك ايران اب زوان زي انكو بزح نغرات ليفرج زبلولو امريكا زي بلا دبلوماسياو دغف علوان سدما تشاينان صنينا روينا تشاينان راشان اب دحريوم كم زلو فليطوم علو سلازي تكوينات ناب زلا على درجه خيت كم زخيل امريكا سقات علوا لازم ممليسا كتحرم كلا ممليسا نتوم اوف كورس دونت فورجيت اب زوان زي قبل ثلاثه معالتي نا ايران دبلومات نا تشاينا دبلومات نا روسيا دبلومات نا هند دبلومات نا كالوت زوم حجز الودما نا السعوديه نا امارات نا جبتي بملاتهم نا بريكس اخيبا غيرهم كم زنبروا كل اكايدومن اتحساسبومن دما بزعبه جيوبوليتيكا زلوم بزعبات زلو كنتات بفلاي معكلاي مبرق بفلاي دما اب خازز زغبر زلو كنتات بملأنتنا بريكس زلو هاجرات تمساسال مرقص سلازلون ازي دما اب حدا بوتا خمس مصاي غبرنا له سلازي امريكا ممليسا كارتن حيالات ايزوليتد نختكون يقددالو مالتي. Amir Saeed Iravani provided further insight into the diplomatic dynamics surrounding recent events. He informed reporters that, contrary to speculation, there have been no direct exchanges of messages between Iran and the United States on the matter. Dismissing reports of communication through intermediaries, Iravani clarified that official channels of dialogue have not been activated between the two nations in the aftermath of the drone attack in Jordan. The recent tragedy in Jordan has triggered tensions in the Middle East region. How will this play out is the question on the minds of observers. Stay tuned as we analyze whether the U.S. will take retaliation actions. So كم ريزلنا زكونتات ذي بعبيو نبزل على درجة كرفسن باسن أجرجرن خيط كم زغلي زنجر. Why? Because عبيت players عبد الحرم جارجاك سلزلو. I'm gonna give you نزيانش تيمن اسمع أبريل detailed حبريتا بأبنورمال دين رغبو هذا بلوس سخن حبريتا كبكم كفتني. Let's continue. And how Iran will respond. Let us begin with the background of these tensions. The tragic incident unfolded on a fateful Sunday as a drone strike targeted Tower 22, a small military outpost situated in northeast Jordan near the precarious borders of Iraq and Syria. In the aftermath of the attack, 3 U.S. soldiers lost their lives, and the toll continued to rise as at least 25 others were reported injured. The assault not only claimed precious lives, but also inflicted significant physical and emotional wounds on those who survived. Tower 22, once a symbol of military vigilance and strategic. So, team مبقسي كوينو زلو ذات Tower 22 بهالمدقعتيا نزن كلتين هجرات أم سحاب أم تينا زلوا جن أمريكا نوعها جرا ولا تحوت تجبروهم زنبرو أب كهبارون ناب إيران يوم تسقعون يروم حزب الله أب سمين نيلي أب دبوب نيلي بانوس كوين مس إسرائيل زجبرو زلوا ناب إيران يوم تسقعوا أب إيران كومو أب سوريا كومو سلزي أب زين هجرات جاتهم أب كلاتهم كسحاب سنهم سلزي إيران باكت بإيران زدقفوا إزي زربازو كل جزء انتايم زغبروها يدالوها ايران شيطان مخانا حما مخانا كفت مخانا ازي دما كل غزي قدامي يستبي كرداكم مالو نحنتكر ايرترا خمزيا كبلو نيجاتيف بزعبه ايرترا بزح كزارب تجميرهم الاماناتهم نصور كونالو انتايو نت منغستا ايرترا زلو مقنصال مخانو ذا سيم ايران دما كومي ايران كمزي لهم بحماق بايران تراي كزارب تجميرهم اب ايران وغ كغبرو وي نت مرحنتاو زلو كالي ودليت كم زلون كتفلطلكا مجي كندي غزي زرانا اب غداف ترايو اب عراق ترايو سوريا بشار كم غيرهم سلازي they always do the same plan جن سبعي مهارني مغنياتو الميديا نساتهم بتروحوا تلفزيون سي ان ان بي بي سي 24 ساعات بتروحوا زينا زبخه انتي سلا زخنا بتروحوا يبنا زخنا نجر ماستيكا خد غز غنزبنا خفلكاسي بلوز حبريتا كابناي وقو بوتاتات كيدهم بتروحوا زبخه واي بتروحوا سلا زي كونت حبريتا
اسخا نعخا مانيبليت جيرم كربحو سلازدليو بدحر مغارجا نتي تيفن كقصل فاندز قبرو زلو ربحا زلوهم يم كاب عدخا هابتك زوقون دحر خوينم نعخا يعشيوم ጽቡቅ ከም ዘለኻ የእሚኖም ወላ 3 ዲግሪ ከለካ ኣታሊሎም መሳርሕና ተገብሩኻ ፀገም የብሎምን እዚ ቀሊል ነገር ከይመስለኩም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ብድሕሪ መጋረጃ ብሳይኮሎጂ ከመይ ጌርካ ንሰብ ተታልል ለይትን መዓልትን ዝሓልሙሉን ዝሰርሑሉን እዩ ስለዚ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እንታይ ዓይነት ጌም ከም ዝኾነ presence in the region became the epicenter of a sudden and devastating attack. The outpost, strategically positioned near the borders of Iraq and Syria, played a crucial role in monitoring and securing a volatile region. Following the tragic drone strike on Tower 22 in northeast Jordan, both the United States and its allies have strongly condemned the dimensions surrounding the event and adding strain to diplomatic relations between the U.S. and Iran. President Biden also declared that the United States would retaliate against the attackers, expressing a commitment to addressing the incident with force if deemed necessary. However, Tehran has firmly rejected allegations asserting that resistance groups in the region operate independently and do not take orders from Iran. ብተደጋጋሚ ኢራን ከም ትብሎ ድማ ከነስተውዕል ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ንሳቶም ሙሉ ብሙሉ ዝቋፀርዎ ከም ዘይኮነ ኣባኣታቶም ጥራይ ዳይሬክት ዝኸውን ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ እቶም ዕጡቃት ጉጅለ እውን ናቶም ስጉምቲ ክወስዱ ዝኽእሉ ባዕሎም ክምርሑ ዝኽእሉ ንዓታቶም ዝመስሎም ነገር ዝወሱ ሰባት ምዃኖም ምፍላጥ የድሊ እናበሉ ተዛሪቦም ስለዚ ኣገይን ኩሉ ነገር ኢራን ዋላ ትድግፎም ትኾኑ እምበር ባዕላቶም ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ምዃኖም እውን and over his heart alongside the First Lady and Defense Secretary Austin honoring the fallen. 46-year-old Sergeant William Jerome Rivers, who wanted to serve his country. So, ሕጂ ክመለሲና ኣብዚ ክትሪእዎ ዘለኹም ፔፔ ኤስኮባር ዝበሃል ካብ ራሻ ብራዚላዊ ጂኦፖለቲካል ኣናሊስት እዩ ብዛዕባ ሚድል ኢስት ዘሎ ክዛረብ ከሎ ንስማዕ very powerful ዘረባ ክሰምዑ ኢኹም ኣብዚ. And of course, you can support this channel here via all of the various options that you can find in the video description. But Pepe, we have some news to talk about, some geopolitical news. Let's start in the Middle East. So the Biden administration has not those gangsters again, please. They widened the war in the Middle East, but began, of course, as a U.S.-backed war of Israeli aggression in Gaza, has ignited into what many feared would be a regional war. Now the Biden administration has announced there will be a weeks-long bombing campaign across quote-unquote Iranian targets in Syria and Iraq. And of course, you've been writing about the situation with regard to the Red Sea and Yemen and Yemen's resistance through the blockade. The U.S. and these neocons seem entangled now in a broader war. Can you tell us the significance of this, especially in relation to the geo-economic and geopolitical changes that have been? So, ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ መሲልኩም መጀመርያ እቲ ኩነታት ናብዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል መብዛሕትኡ ክኢላ ተዓዛቢ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ምክንያቱ እቲ እስራኤል ትኽተሎ ዘላ ኣዝዩ ዘገርም ህልቂት ወይ ከዓ ግፍዒ ኣብ ጋዛ መብዛሕቶም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሃገራት ብጣዕሚ ቃንዛ ዘለዎም መራሕቶም ንዓታቶም ሙሉእ ብሙሉእ ዘይውክልዎም ዘይተባዓት መራሕቲ ስለ ዘለዎም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉ እምበር እቲ ህዝቢ ብሙሉእ ኣትዩ ኣብኡ ክዋጋእ ብሙሉእ ኣይብልኒ ብዙሕ ካብቲ ህዝቢ ኣብኡ ኣትዩ ክዋጋእ ዝደሊ ውሑድ ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ዞባ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዘይፍትሓውነት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዘለዎም ኣጠማምታ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ እዚ ከዓ ነፍስ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ዞባ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ኣብ ኢራቅ ተሪኻ ሂወቶም ከመይ ዝበለ ሃገር ዝነበረ ፋሕፋሕትይዎም ኣሎ ሱርያ ተመሳሳሊ ሊብያ ተመሳሳሊ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ስምብራት ዘይብሉ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልን ካብ ጀካ ሜቢ ኢማራት ወይ እውን ስዑድ ዓረብ ተደይልካ ምስ ኣሜሪካ ብቐረባ ኮይነን ዝረብሓ ዘለዋ ተዘይኮነ መብዛሕተን ወላ ኢራናውያን ዓብዪ በሰላይ ዘለዎም ሕጂ እቲ ምትትታው ድማ ትውግን ኣብ ዝዓበየ ክሰግር ከሎ ከመይ ትሪኦ ብለሎ occurring in the multipolar world because this feels like the neocons being dragged back into a historical kind of drudgery that was not predicted before, I guess, before October 8th. Well, they are dragging themselves to what they do best, which is to launch unprovoked, absurd wars that they cannot win. ኣብዚ ውግእ ተሳሒቦም ዝኣትዉ ዘለዉ ከይመስለካ ኢሉ መጀመርያ ባዕሎም እዮም ናብቲ ውግእ ተሳሒቦም ክኣትዉ ዝደልዩ ዝስዕቦም ኣካል የለን ባዕሎም ኣዕገርጊሮም ዝኾነ ዘይድግፎ ውግእ ጀሚሮም ስዒሮም ከይፈልጡን እዮም ኣብኡ ዕንወት ገይሮም ምውፃእ ጥራይ ተዘይኮይኑ ስለዚ እቶም ኒዮካንስ ንኣሜሪካ ይኮነ ፀርፍ ዘለቶም ብድሕሪ መጋረጃ ውግእ ዝደልዩ ሓይልታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን ኒዮካንስ ዝበሃል እዚኣቶም ካብ ውግእ ዝረብሑ ብውግእ ዝህብትሙ ትካላትን ግለሰባትን ማለት እዩ And at the same time, there was a very, very subtle trap laid out by the axis of resistance. And
the crash test dummy administration and the neocons fell right into this trap. It's beautiful. It's like it was a geopolitical reenactment of an Edgar Allan Poe short story, in fact. The most important thing is that whatever happens, even if they launch pinpointed attacks against the axis of resistance across the spectrum, Lebanon, Syria, Iraq, especially, their axis of resistance has already made it very, very clear that they won't back down. On the contrary, they will increase their attacks, not only via Ansarullah, but also the militias in Iraq. It was very funny because one of the militias. So, حنت أبزكي نجور كوينو كرداز غير كند من تاي متقعت جيرهم ولا زخونة جيرهم اتهم عتقاد من الشاتات كلها اتهم بغلوا جنزلو ندحريكم لسهم زي كونن تطاوكم لكم زي كونن يزقل زلو سلازي كند من تاي دبداب جيركا متقعت جيركا قال جيركا نساتهم they will not back down ندحريكم لسي كونن تطاوكم لي كونن كقد فوي كونن سلازي نعرف I mean in reality سي كم يجي يروح حماس إسرائيلي واقع له يلقى حتى تدخل إذا حدا كافت زجرمي عب حدا نيشتي إسرائيل عاجز ولا حيلسي كسب كندي نسرائيل مزخول له بعالم تزلع على الركاز له وتهدروا عقمي عتيق عن نزل الهجر even حجون كسعر وصل زي قالوا أبزك أربعوان مقراتنا يتخصص جبر غلي ومهنياته فتيوم هيكون زجبر زلوا بزوح تهدراتون يموتون سلزلوا التزجبروا زلوا وقف أدمع كامت أنا لعلي سلز خفي ده حنا ملا سرجع. That's part of Hashd al-Shabi, Kataib, Hezbollah. They said, now we're going to retreat a little bit because we're paying our respects to the government Baghdad once they actually expel the Americans from our land. But this is a very, very clever PR operation as well, because they won't relent. In fact, they're going to redeploy along with other militias and along the prime minister. When he was absolutely emphatic, he said, look, what we're doing is because of humanitarian, religious, and moral imperatives. So بحفشة انتاي زبل زلو اتي access of resistance بهالويدما ناي تقاوم نتنا أمريكا مسفحفح تقاوم زد الحيل اللو زدما مس إيران بغربة نتومن أمريكا أنصار أمريكا زق على سوز أنا أمريكا قبل لا بتزوباتي نموتع زعرو access of influence ويك resistance زبلو استفل عليه تقاوم تلو هذا كابومتي أنصار الله أب يمن زلو وي حوتي مالتيو أب حزب الله أب ليبانوس اللو كمون أب سوريا أب العراق اللو هجي أب العراق هارمون دحرو خينهم نابنت نتاكتا ما العراق نتا بغداد يوم كدبدبو بس منقس العراق دما أمريكا أب شجرا قطيو منيرو وصلنا خبلوهم سنهم سلازي نزل نجرزي مليس complicated نجر كاتحزو مخانو إيز نجر هانتي أرتيكل أبز غربات صحيفة نيري بلالو هاو يمنس أصابية زبل أصابية تبل سبيشال على المخانايز جلستهم عرب تفلتوا تجلسوا تقولهم السدما سبيريت منفسنا توم نتي جيوبوليتكس ساكن ديش الله حمزلو هذا كابو ما متمرحناتهم نتي نيمن برايفناتهم حوتي مرح زلو مسرغبكم زين جبرو زلنا مورالاوي حتو مخانون مورالاوي قديتا كم زسمع عمن تايمز جبرو زلو زخونتنا إسرائيل مركب ويدخونتنا بإسرائيل تخيد مركب نخيد خيد نخعصو باي ذا واي فيديو بس احنا زي متعاز اللغمبر حانت مركب أشحات باقعن كابتن زعانت بسنك زنا حوتي نسرائيل تخيد نبرت كابو سليلة تعاتيا تخوليلات ختميت كتملست بتني وبأفريقيا غير كيد زي كالي زي كبوري تباهيلو نابا أستراليا تمليسان تناباق عن كابتن أبحماق كنتات كم زلواي نقرت لذي كومبليتلي ناب إسرائيل زخيد بيزنس أتوعب بلومين ميديا كومي لكفل سلازي دلمبر نتي بقيه بحرج حلف زنبرنا إسرائيل بيزنس تتوعب بلومين نتي خالد أبو خميس اليوم الله وسكن اسمع ما أبزي أخذ عصاون يسا. For us, the most extraordinary thing is that no other, apart from Hezbollah, of course, nobody else across the Arab world, not to mention governments, of course, and the rest of the world, nobody is doing as much in practical terms to defend the idea that our people, as they put it, our people between commas, they see the people in Gaza as our people, are being genocided, even with the ruling of the ICJ, who gave, in fact, another extra month for Israel to continue the genocide. And this was the reading of the people that I call the global cynic armada. They have a very, very good. The perspectives are not very, very good, to be extremely realistic. I haven't had time to discuss this with the Russians yet. It's too early. Probably next week. نزي انترفيو قبر كله كابراشا يوز قبر زلو نا موسكو خيد نيرو بزح بزعبا ميرابا وعالم زلو صقم أسفيه يوز الزرب نوح فيديو سلو زخونة حتر سلو زبلو زلو غمبر أرستي أبتل على لكم كيتم كدليوات خوليهم قلقل يوتيوب فيديوهات يا أليو سلو زخونة يسألني قنا أبتل علي رسو تاريخهم قرب لكم تاريخهم أرستي ولكم بغيركم كدليوات خوليهم سو ويك ليتست انترفيو ويز بيبي اسكوبار لكم كدليوات خولو حجي بزعبا راشا
بزعبا إيران كزاربيو. And their position on West Asia as a whole is very, very complex. It's very sophisticated. In Israel, Gaza, they more or less hedge still because the influence of Israel here in many different levels is enormous. At the same time, أبناء إسرائيل راشا ناي راشا كنتات يزارب زلو أبناء إسرائيل غازا تتنقيقهم يم هيج مالت ريسك هاي مصوم تنقاق زلو من قد مغنياتو بزو هاي هودن كالن سلزلو ما بوشت عدومون. They are building more and more solid bridges with the whole of the lands of Islam, especially the Arabs, and especially the Arabs who are now part of BRICS 10. This was part. So, ناي راشا استراتيجي بلالو مس هاجرات إسلام تسمع كلام مبرق زبال عبيت زمدناتات كجبريم تسعر زلو نتنا أوروبا ناي كالنس زنبرة نقدناتهم بمولو مس هاجرات عرب مس هاجرات آسيا كم مس هاجرات أفريقيا كغير وصلوا زلي زلو تبغ زخنة بين توتات ناي زمدنا كهانس يوم زلي زلو دول زخنة زمدنا كهانس يدلوا حج سمعوه زيد مانتي من قدنا كي بحرون سلوالو. Of the serious conversations of BRICS Sherpas and Sue Sherpas beginning of the week here in Moscow. And it was with Sergei Ryabkov, the deputy foreign minister, which is an extremely able diplomat. And also Lavrov was involved as well. Then Lavrov talked about it. They didn't get into details. So this is something that we're going to learn in the next. Now, BRICS, abalat akhiba, yigbar solozolo, but top brilliant زخون diplomat ناتو جيري بوتين زمر حزلو ناتو كنتا سلزي عب استراتيجي كم زلو نتي بريكس بحال مغنياتو زخول نايك بحركة مع كلام برا تنعبيت هاجرات بريكس أتينا اللواء زخانتاي مالتي الجسم. Next few days, but decisions at the highest level with BRICS, Iran and Egypt, Saudi Arabia, and the Emirates. This is a key, absolutely key reorganization of everything that is happening and could happen across West Asia, because these are all very, very important players in the region. So Russia with my China كلتيوم مالتي بريكس ناي كلتيوم يخدم لا تغليها كان China درايف تقبرو نتن كي كان تتصوتي ويك عبيت تلواز اللون حجرات أبت مع كلاي مبرا إيران سعودية إماراتين جبت ما وصلن أربعة major players حزاتنا لا مالتيو أبت بريكسيت يوم من الله سلزي نتجيم نايك بحري نتناي مع كلاي مبرا أب لونج ترم من البات لو متى يكونه تحسوا السنة جزء التجيم نابيك غير كم زخل مستوى عليه دلي. Saudi Arabia is a particularly complicated case because now that they are part of BRICS, they see it in terms of, okay, now we are with Russia and now we have OPEC plus, even stronger, and we have BRICS supporting what we do at OPEC plus, but it's not that automatic all the time. The Emirates, they have a very ambiguous position vis-a-vis the genocide in Gaza, which basically they don't say anything. Probably they'll be too embarrassed if they actually said what they really think about it. بابا حدا يرينا على السعود عرب complicated relationship مع أمريكا مع معربة على من زلوا نبريكس هتيالا جن أبريكس ما بزح مخصب على مهنياتو هذا تشاينا تزعبيت نداد تجزا الله هجريا كلايد ما رشا أباي نداد زلوا هجريا إمارات الله إيران الله سلزي تي نا نداد عداقة بقليل نخقوا عصر وعب حاجة سلزي قبل الله اتبوتات يجد سايو نا إمارات نسورة يكون مهنياتو نتي أب إسرائيل زجبر زلوا كنتات قطع بغطى ولا تدي تزار أجاري تزاربتن بغطى ويب تزاوري دقف كم زلوا سلزي ربحات رئيس قد سمزلوا نبلي زقص ربحنا توب تريم زلوا. They only think in terms of future deals with Israel as part of the IMEC, that famous connectivity corridor, which maybe will never happen, right? And of course, the key of the whole thing is Russia, China, and Iran, which their decisions, the trilateral decisions in their interconnected strategic partnerships, now they're going to extrapolate and they're also going to include BRICS. So this means that a discussion that one of the discussions that I was having in my lunch today, only a few hours ago, the possibility that it's an almost certain possibility. Obviously, we cannot prove it with a smoking gun because nobody on the record will confirm it. That what Yemen is doing has the full backup of Russia, China, and Iran. And this. سميكم هذا. So أبلع لدحر مجارجة نايتي بريكس بحال زلوجن China, Russia, Iran بحال حدا عبي حبر زلو حيلي يقوون كم زلو. الزد ما من البعض بنتصور مرجعات خنركب كن شجرنا مخنياتو وتي كزارب زخل كل يكون بدحر مجارجة. أنصار الله ويك حوتي أبي من زوجبرو زلو ملو دقفنا يزن ثلاثة هجرات اللو زبل ريتو خمسة ولا يزن كرزلو تايم على تم حوتي زوجبرو زلو نتشاينا نراشا نإيران زتنكف كونتات هيكونن نكجبرو ويتقطعوا نخيبلو ويتقطعوا قبلو تعتقد بتشاينا بإيران كمون براشا كله كم زي كل سلازم نتزوجبرو زلو علامة
نتعلم ما يفلت وين تبغى زجبر زلوا بنوتر يقام وصل زلوا نتحوت زجبروا زلوا دما أنت عرضت تطاقم لي كلون يوم أنت زي دقي فمه لذي بزح بدحر مجارجات زرب زلوا إذا كنت هاتزي مخانيز نجر and this is very very a major ناي policy change wake up ناي policy ناي geopolitically من قصاص نتكونت هذا حالنا إذا دما إيرترا أب كمي أقدس كونتات كم زل لايز قال زلكا معناته نبزو نزل كلتا ميجر حيلتات أمريكا روسيا يخون تشاينا زبلت الدبلوماسية وزمدنا يزلوا سلازي مس يمن وين تراقيبهم نيرم مس يمن ناي تمنجست يمن زبها الوكيل أبتناي نام منيسر فدياتو زاينا إيرترا عثمان صالح مس منيسر فدياتو زاينا تمنجست يمن تراقيبهم كم زنبرو أب تويتر وريد نيرو بخلا زراربا بدحر مجارجة communication كم زلوا أتكونتات دما أتن كالوت هجرات زخونة إذا توالو خمسة دليل السعودية يكون إمارات يكون إيران يكون إذا يتوالون ينزلوا أمريكان أتن إسرائيل كان تأثر حزلوا نتواجع خافلو اللي واتبعه لزق برزلوا. This is already a mega game changer. All right. Relationship between China and Israel. Okay, they have a relationship about hegemony, imperialism, and economics. And if there's a Marine somewhere, it's America's going to be the poorest country in the world starting now. America's going to be the poorest country in the world starting now. You're going to see the biggest crashes happening right now. So that's good for me because the price of gold and silver go up. So this time I went to the slums of Mumbai. What shocks most انتهي روبرت كيوساكي أمريكا حنت كابتن زدخة يا هجرات نعلم ناخذ كون مخانة I don't know حق النتوجن أمريكا عب كرايسيس كجات ما خمس غل إذا تأخذ زلا من قد أنت ذيك إيرا بزوج أجمع كجات ما خمس غل بزوج أجمع كجات من أمريكا كم زفلوي حد حيل ما تيكو الراجل ملايكونن أمريكا تزلع على درجة حيلناتا تقول طبعاً بدولار بعد لا استمر كوسيو سلزي متى دولار يتخالق دفو زخون نجار وكيك تجبر لأمريكا دولار تراي كاب عداقة علم دولار تقديفاتو طبعا أمريكا ب3% ويل عليو نتحت قد صخور دخلي مغنياتو بتحر مقارجة بتناي دولار قبل لا أمريكا زلوا حيلن مخصب نبينيو يعني 3-4 تريليون عدا كي كفلت خيزة لا برينت ناقبرت لذي حبا جنزبنا زبالكماتيو دحر حجي دما زلك حق تركباي تغلنا سلازي انتاي مالتيو لك كمزي أبنت كبكم إيجابيا نت عدازنا برا انترناشونال ماركت سلازي كفلت بحجي بدكاتهم IMF وي وورلد بانك كالا هاجر وي كالت كان إيجابيا كلك حزغل كل يكون معناته عدازة يتخفل هاجر زبل ساقوا ويكا قصل زلوا هاجر تعرفينا كالت كلك حيكلني تمساس أمريكا دما عدا يتخفلني هذا لا كتكفله زي تخيل نعدا انبزبلت هاجر كتكونيا أم بوداتا أبزوان زي بدولار برينت ناقبرك كي تخلي أنا خندي كقصل خلت حطه خلا أرسيو بخمسة دمايا أتي ناي دولار قبل لا exactly وين أب بزح جنزة بدولار غميتو زال سك ساكن ديك سؤال خمسة خل تنكع 5 مليون هيك كجبر خمسة لك ينفس جبر من ريتش أوي كاتسبونا قدر يكون جديتاي خمسة لو سلامتاي العالم ناتخذ زل أمريكا كوجنا وجد خير وجد ما نباتيرا نقطة بتعمي هساي سلزي تباتيرا نموت خير أوروبا تمساسالي كلتيو يورو دولار كلتيو سلزي diversification فحب بالكا investment كبار أورك دي خاين invest كبر قدامي كم options مثلا لابزي stock market of course stock market كل جزء انتاي باتيراي مثل بركتات ناي كامباني تاع invest كبر زلها هيج لك ويكا كابتريسك كدحن عبي تقول لك حنت بركي ويناي كستو ويناي قال دي كوني عبي ناي أوروبا ناي أمريكا ناي آسيا بزح كمد ماتن جلوبال كامبانيز بهلا كم بهال جوجل نابنت ناي ملا عالم كامباني ولا أمريكا هلو أمبر أبي أوروبا لو أبقى لو جلس لذي فح كتب له خلها أبتنزب تمهجراتون invest كبر زلها عدل على كمد مع كريبتو لذي this is very important. Because America never had slums like that. Today, slums are everywhere across America. The slums of Mumbai are spreading across America. So the big shift is Russia, China versus America, Europe. The Chinese are threatening to shift the yuan to gold. And if they do that, US dollar collapses. If that happens, America goes. So that's أمريكا بفلاي ناي تشاينا ناي روسيا نزخدو زلوا بريكس توثق كالو قليل كونا يكونن اسكب زعبا جو بوليتيكا بريزنت سياس صبو زخون حبريتك بناي listen now البيجين دلو هاجرات الله خلاي ناي قيح بحري ناي قرن افريقيا تبالي ناي قرن افريقيا ها وصاي خاطي ناي تفاسس نين دخنا ويابون دلو غن اكلتي دلو الله كم اكفافال جيوغرافياو اغلالص غن قرن افريقيا نحن نزارب نقل حدا كابتن كومبوننت خلاي سالساي ازي استراتيجياوي
ኣካል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ ንገዛእሱ ምስ መዳውብቲ ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ሓደ ኣቋሚ ወይ ኮምፖነንት ናይቲ ኔይበርሁድ ወይ ጎደቦ ንብሎ እዩ እቲ ካልእ ኸሊጅ ወሽመጥ ዓረብ ማለት እዩ እዚ ኣብ ነናሓድሕዱ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክገልጦ ትኽእል ግን ሓደ ጎደቦ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኣብኡ ጥራይ ድሕፀር እዩ ወይ ብኡ ትኸይድ ኢልና ነብል ኣይንኽእልን ግን ኣብ መወዳእታ ነታ ቀዲመ ዝበልክዋ ምውዳን ኩሉ ምእንቲ ባላንስ ኩሉ ምእንቲ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ቦትኡ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዓብዪ እቲ ንእሽተዩ እቲ ሃብታሚ እቲ ድኻ ዘይኮነ ናይ ምትሕግጋዝ ናይ ምርድዳእ ሃዋህው ፈጢርካ ሃናፂ ዝኾነ ስጉምታት ከተወስድ ምእንቲ እቲ ባላንስ ወይ ድማ እቲ ምርግጋእ ኩሉ ክእል ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንሕና ከም ንእሽቶ ሃገር ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ጎደቦ ንብሎ ዘለና ካብ ዓቕምና ተጋነነ ተራ ንሓስበሉ ምክንያት እውን የለን ንሓስቦ ነገር ንሕር ኣሎ ኣብ ውሽጢ ርጉእ ሃዋህው ኣብ ውሽጢ ሰላም ዝቆሰኖ ሃዋህው ክንነብር ይደወፃፅአና ልምዓት ዝተፈላለዩ ካልኦት ረብሓታት ንረክብ እንተኮይና ኣብ ውሽጢ እቲ ጎደቦ ንዓና ዝያዳ ይምልከተና ምናልባቶም ዓበይትን ሃብታማትን ዝበሃሉ ከይረኣዮም ይኸውን ንዓና ግን ዝያዳ ይረኣየና ከምኡ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ክንብል ከለና ካብ ፅቡቅ ድሌት ተበገሰ ጥራይ ዘይኮነ ክውን ኣረኣያ እዩ ስለዚ እቲ ጎደቦ እዚ ክህልዎ ክእል ኣለዎ ፀገም እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ጎደቦ ዘሎ ዘይምምዝዛን እዩ ብናይ ተፋሰስ ኒል ድሕር ጀሚርና ግብፂ ኣበየላ ኣብቲ ኢኳዥን ወይ ኣብቲ ምዕሪት ሱዳን ኣበየላ ደቡብ ሱዳን ኣበየላ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ኣበየላ ሶማል ኣበየላ ጅቡቲ ቤላ የመን ኣበየላ ስዑድያ ኣበየላ ኩለንተና ውሽጢ እቲ ጎደቦ ኣለዋ ንብለን ሃገራትን ህዝብታትን ኣበየለዉ ቦትኦም ሒዞም ኣለዉ እዮም ንኣቶም ኣሳኒው ከተሓባብሮም ዝኽእል ሃዋህውን ባይታን ኣሎ ዲናይ ብሓቂ ክሳብ ሕጂ ድመፁ ምዕባሌታት ኢልና እንድሕሪ ተመሊስና ንርኢ ብዘይካ እዚ ናታቶም ውሽጣዊ ጎደቦኣዊ ኩነትን ሚዛኑን ባላንስ ድዩ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ቦትኡ ሒዙ ዶ ኣይሓዘን ኢልና ንዛረብ እንድሕር ኮይና በቲ ናይ ደገ ረቑሓይታት እውን ክሳብ ክንደይ ትፅልዋ እዚ ኔይበርሁድ ንብሎ ወይ ጎደቦ ንብሎ ነቱ ናይ ገዛእሱ ናፃ ህላዌ ኣለዎ ድዩ ካልኦት ኣብቲ ጎረቤት ናይቲ ጎደቦ ንብሎ ዞባውያን ጎብለላት ኢና ድብሉ ኣለዎ እዞም ዞባውያን ጎብለላት እዚኣቶም ነናቶም ክልሊ ናይ ፅልዋ ክፈጥሩ ስለ ደልዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ንሕና ጎደቦ ንብሎ ዝፈጥርዎ ፀገማት መወዳእታ ይብሉን ብዓለም ደረጃ ጎብለላት ኢና ድብሉ ኣብዚ ንሕና ጎደቦ ንብሎ ዘለና ዘለዎም ምትእትታው ከዓ ነቲ ሚዛን ክሳብ ክንደይ ዝሓቁኖን ከም ዘናውፆም ከነንብብ ክንክእል ኣለና ስለዚ ናይ ወፃኢ ፖሊሲና እቲ ዝተወደነ ንርግኣትን ንልምዓትን ዝሕግዝ ሃዋህው ምፍጣር ጥራይ ዘይኮነ ከም ተበግሶ እቲ ኩሉ ኩነታት ከናበይ ገፁ የምራሕ ኣለዎ እቶም ተዋእሳቲ ንብሎም ኣብ ውሽጢ እቲ ጎደቦ እንታይ ተራ ኣለዎም ዝሕንክሩ ዝስይቁ ደባእሱ ደናቁቱ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ስለ ዘለዉ ነዚኣቶም ከይሰገርካ ናይ ብሓቂ ርጉእ ጎደቦ ክትፈጥር ብኡ መጠን ከዓ ህዝብታት ክጠቕሞም ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ሕጂ ነዚ ናይ ዶባት ሽግር ከምዚ ኢሉ ተቐልቂሉ ዝበሃል ዘሎ ኣፅቢ ኣቢልና ፍተን ናይ ዶባ ጥራይ ክንሪኦ የብልና ናብ ውሽጢ ዝመቃን እዚ ክረአ ዘለዎ ጉዳይ እዩ መን እዮም እቶም ተዋሳእቲ እቶም ኣክተርስ ዝበሃሉ እቶም ዘቤታውያን ዝበሃሉ ውሽጢ እቲ ጎደቦ ዝጥመቱ ካብኡ ወፃኢ በቲ ዞባ ደረጃ ጥመቱ ተዋሳእቲ ብዓለም ደረጃ ጥመቱ ተዋሳእቲ መን እዮም እንታይ ክገብሩ እዚ ሕጂ ኣብ ኣርባዕተ ኮምፖነንትስ ወይ ኣቋምቲ ኣካላት ከፊልና ንሪኦ ዘለና ኔይበርሁድ ወይ ጎደቦ ናብ ከመይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝሓለፈ 30 ዓመታት ከመይ ርኢናዮ ብፍላይ እዚ ናይ እንኮ ቁጥባዊ ዓለም ክንፈጥር ኢና ተባሂሉ ተበገሰ ኣጀንዳታት ከመይ ፀልይዎ ነዚ ዞባ እዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ከመይ ገይሩ ፀልዎ ኣሎ ኣነ ሕጂ ውሽጢ ዝመቃን እዚ ንኣብነት ከም ናይ ተፋሰስ ኒል ኢልና ምዚ ሕጂ ናይ ሚለኒየም ዳም ተባሂሉ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ከመይ ጌርና ንሪኦ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ኣብ ኖታተይ ኣሎ ተቐመጠ ግን መጀመርያ ኣቓልቦይ ዝሰሓበ 93 ከም ናፃ ሃገር ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝበሃል ነይሩ 91 ናፃ ኮይና 93 ረፈረንዱም ተካይዱ ናፅነትና ተረጋጊፁልና ብዙሕ ብዙሕ ዛረብ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ካይሮ ሳሚት ወይ ናይ መራሕቲ ኣኼባ ነይሩ ተሳቲፍና ሕጂ ናብቲ ናይ ናይል ፀገም እንድዮ ናይ ናይል ፀገም ምናልባት ከምብውን ዝደልዩ እቲ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ናይል ትበሃል እንታይ እዩ ኣብኡ ዝፀንሑ ግጭታት እንታይ እዮም በብዘመኑ መፂኻ ክዝረብ ካል ፅሑፋት ስለ ዘለዉ ንበቡ ክእሉ እዮም ግን ንምንታይ እየ ነዚኣ ደምፃ ብዙሕ ንዕልል ብሓንሳብ ኢና ከፊልና ብሎቢ ምስ መለስ ሽዑ ግብፂ ብስዌዝ መትረብ ገይሮም ካናል ገይሮም ማይ ናይ ኒል ክሸጥዮም ንእስራኤል ዝበሃል ዘረባ ነይሩ ማለት ሌላ ቤሎ ድዩ ሓቂ ድዩ ወረ ድዩ ድላይ ካብ ትብሎ ትኽእል ኢኻ መወዳእታ ምዞም ግብፂ ክዛረበሉ ሓሲብ ኣለኹ ብለኒ ሕጂ ኢና ንብገስ ዘለና ትማሊ ኢና ናፃ ኮይና ሕጂ ከምዚ መሰለ ዓበይቲ ጉዳያት ሞደ ይምልከተና ኣብ ቀጥታ ስለምንታይ ንልዕሎ መጀመርያ ሱታፊ እዩ ኦዩ ወይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ሕጂ ኢና ንመፅእ ኣለና ስለዚ ሕጂ ከምዚ ከተልዕል ኣቃቆ ደውህ ምክንያት እውን የብሉን ዝኾነ ኣጋጣሚ ንልዕሎ ኢና ምሳሕ ከድና ድሕሪ ምሳሕ ኣብ ለው ኮፍ ኢልና
نديرو ماتيو ترى كم زي بس هو كم ترى أنا سويله خي حلفات أبو دايسي سويله دي أقول لهم يا خيله نعمر سليمان كيدر خيبها نعمر سليمان كا كم زين بحال اللهم نمتايو إلى زارو الذي بنعقد من يخلصها إلى النهاية يوم كريوم أنتي تركي سوريا العراق عندك بوزع ضربات مسجد عريو خريوم يعني تملسنا نبتي قنيود نبرة سرعات ترينا أبناء درجة جزء خبطهم شعور تقولسو من الوقت من الناس إننا إعتراض لازم نبرة زعوا نايل So كم تري وزر لهم كالك زي خمسة لكم يا very interesting story you really كم زي فيديوهات ناتي perspective كبس لازغلنا present ساس كم وتري زمت and I hope appreciate تدلي وان تخينكم I think كساع كندزي بزح فلتاتي زلوا بزح تمكروي زلوا كابو كتب مهارات خل معاتي زل بفلاي مزنا علمنا كساع صاح جكري غلنا فيديوهات مسوز خيد دماغ تغفتني and I hope نعهم وني مهركم خون أنا بزح يزمرن كاب جيوبوليتيك أنا present ساس top of بزحات يزكتاتل is very brilliant in this regard أنا لو مارس سبزخو دي أبقالك ساب نراغب تحنكون بلكم تطبقوا تشاو نزي فيديو تريو زلهم سمنا يفلتاتن عبيتن كم زلكم يردان له مبار ستيب باي ستيب نابتو تدليو عبيت كم تحكم زغل بروغرام كم زلنا تفلتلو أبقو طبعهم عبيت نخد قبرو مهيرو نابسكم وزدكم زغل تمرتنا ستوك ماركت ألنا كمون نزنا لوم تكنولوجيا تتقيمكم كيلتنا كمبيوتركم ديو كمون كيلاتاتنا فيديو إديتين نختم محيشوك حجزكم زغل بكيلاتات استغربة قليل نختم مهارون نختم كمالون كحجز زغل كورسونا لنا أونلاين بيزنس كجمبر تدليكمون مهيرو نابت بيزنس